عمرك حسيت إنك موجود ومحدش شايفك؟ حاسس إنك بتقدم كتير ومحدش بيقدر؟ بتحس إن محدش واخد باله منك؟ الحلقة دي معمولة مخصوص ليك. أنا إبراهيم حسين، ودي حلقة جديدة من كلام ينفع. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنمر بيها، عن الإحساس اللي بنحسه لما بنعمل حاجة ونحس إن هي اتنست، أو اللي قدامنا بيحسسنا إن اللي أنت عملته ده عادي. إحساس إنك مش متقدر رغم كل اللي بتعمله. كلنا بنحتاج التقدير، ودي طبيعة بشرية. بس المشكلة لما بنربط قيمة اللي احنا بنعمله بمدى تقدير الناس لينا. ساعات بتدي مجهود ووقت واهتمام وبيرجع لك في صورة تجاهل، فتتكسف وتتعب وتفكر وتلاقي نفسك بتقول طب أنا هكمل ليه؟ هقولك على سر. في قاعدة نبوية إذا طبقتها تكن أسعد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وانا بقول لك امشي ولا تلتفت للماضي ولا للفشل ولا تستنى تقدير الناس ليك، لانك لو استنيت تقدير هتتعب، لانك كده سلمت مفتاح سعادتك لحد تاني. وساعات كتير الناس مش بتقدر الا لما تمشي او لما تخسرك. اللي بيشتغل عشان التقدير هيقف أول ما التقدير يتأخر، لكن اللي بيشتغل عشان مؤمن بنفسه وبقيمته وباللي بيقدمه هيكمل حتى لو محدش سقفله. اشتغل علشان نفسك وعشان حلمك وعشان هدفك اللي محدش شايفه غيرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإخلاص الحقيقي ولا محتاج جمهور ولا محتاج إشادة ولا محتاج حد يسقف لك. ما تستناش التقدير، خليك انت اللي تعرف قيمة نفسك. سقف لنفسك واحترم مجهودك وافرح بنجاحك وكمل. حتى لو محدش شافك، ربنا شايفك وده كفاية. وسلام للناس اللي بتعرف تقدر مجهود غيرها. أنا معاك، وده كان كلام ينفع. لو حسيت إنك لوحدك اشترك في القناة وارجع اسمع الحلقة دي تاني، وشاركها مع حد زيك محتاج إنه يسمع الكلام ده. سلام.